السلام عليكم في قناة وصفات أم عليا. اليوم إن شاء الله جبت لكم حلوة خفيفة ظريفة تذوب في الفم. الحلوة مقاديرها بسيطة، طريقة تحضيرها سهلة وتقطع كمية كبيرة، توالم لقهوة الصباح ولا العشية. يعني أكيد الكثير يحوس على الوصفات الاقتصادية. بلا ما نطول عليكم مباشرة المقادير وطريقة تحضيرها. بالنسبة للمقادير عندي هنا 250 غرام مرقارين تكون طرية، عندي كاس سكر جلاس، زوج حبات بيض، ملعقة لافاني، نص كيس خميرة كيميائية، كاس تاع الفرينة، ونكمل العجينة ديالي نطمها بالمايزينا. كما راكم تشوفوا البنات، هذه الوصفة راح نحتاج فقط الى كاس تاع الفرينة والباقي نضيفوا مايزينا او النشا. نحط مارغرين اللي تكون بحرارة المطبخ، نضيف كامل المكونات ما عدا المايزينا. فوالا نحط المكونات مع بعض، بعد نخلط اولا بالمغرفة، بعد نستخدم الباتور حتى يندمجوا كامل المكونات. اللي ما عندهاش الباتور تستخدم الفوي، برك لازم تخلط مليح العجينه حتى لو يولي القوام ديالها ابيض. يعني نستعمل الباتور برك باش لتسريع العمليه. نخلط مليح حتى يندمجوا المكونات مع بعض ويذوب هذاك السكر. يعني في البداية تكون سرعة الخلاط يعني قصيرة، من بعد راح نزيد في السرعة ونستمر في الخلط حتى نتحصل على خليط كريمي بهذا الشكل. في هذه المرحلة نوقف الخلاط الكهربائي ونضيف المايزينا تدريجيا. فوالا ندخل المايزينا في هذاك الخليط حتى نتحصلوا على عجينة تكون بزاف طرية. يعني نحط المايزينا غير بالعقل، يعني كما تعرفوا البنات المايزينا بزاف خفيفة وتنشف بالخف، لذلك راح ندخلها غير بالعقل وبلا ما نعجن العجينة. يعني العجينة ما تكونش طرية بزاف وما تكونش يابسة. فوالا هذا هو قوام العجينة، يكون بهذا القوام. فوالا راح نحضر هذا الحلوى بهذا المول تاع السيليكون. يعني على بالي راح تسقسوا لي شحال شريتو منين شريتو البنات. هذا المول يتباع ب20,000 تاع السيليكون، وكاين تاع البلاستيك يتباع ب15,000. انا هذا تاع السيليكون شريته ب10,000 من بني دوله، يعني واحد الحانوت في بني دوله اون فاس ليسي. يعني هذا المحل ماشي بعيد على لاميري. فوالا شريته ب10,000، يعني سعر في متناول الجميع. وهنا قبل ما نستخدمو هذا المول راح نرشوه بكمية من المايزينا هكذا باش نضمن ان العجينة ما تلصقش كي نشكلها. من بعد راح نحي كمية زايدة تاع المايزينا. هنا ناخذ كمية من العجينة شكلها على شكل حربوش رقيق وندخلها داخل المول. هنا بالنسبة للطول الحلوة على حسب ما حبيتو. شكلها جيدا خاصة على الأطراف، يعني تاخذ شكل المول. من بعد نضغط وراح نخرج بكل سهولة بهذا الشكل، لأني استخدمت المايزينا. هذا هو شكلها. بالنسبة للطول قلت لكم كما تحبوا. أنا هنا راح نحسب 7 خطوط وراح نقطع في الثامن. يعني يجاو سوا ماشي كبار ماشي صغار، يعني متوسطين هكذا باش يجي كامل الحبات متساويين. بعد ما قطعتها راح نعدل العجينه شويه من الاطراف وراح نحطها في سنيوه الفرن. فوالا راح نزيد لكم حبه اخرى باش تفهموا مليح. فوالا بعد ما كملتهم كامل نحطها في الفرن اللي شعلته مسبقا على درجه 160. من التحت نشعلها غير من التحت فقط، واللي تحب تحمرها من الفوق تشعلها شويه. بصراحه انا عجبتني هكذا شكل، ما حمرتهاش.
يعني الحلوى لازم تحافظ على اللون ديالها الابيض من الفوق. هذه هي الحلوى ديالي بعد ما خرجتها من الفرن، خليتها بردت كما راكم تشوفوا، حافظت على الشكل ديالها. خليتها تحمرت شويه من التحت ومن الفوق كما قلت لكم خليتها بيضه. يعني جات واحد الحلوى بزاف بزاف هايله يا البنات، ننصحكم تجربوها، جات تذوب في الفم. راح نلصقها بكميه من المربى ونزينها بنواه كوكو ولا بجوز الهند، ويبقى التزيين اختياري. نحط كميه من المربى وراح نلصق الحلوى ديالي بهذا القرعه، يعني باش ما نوسخش كامل الحلوى ديالي وتجي الخدمه سهله. وهنا راح ندخل الحبة على المربى، يعني في المربى يعني غير من الأطراف، وندخلها في نواة كوكو كما راكم تشوفوا. راح نكملهم كامل بنفس الطريقة ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو شكل الحلوى ديالنا بعد ما طابت، يعني بعد ما بردت زينتها بنواة كوكو. كانت حلوة سهلة التحضير، مقاديرها بسيطة بزاف بنينة، ذوب في الفم. هذا الكمية قطعة 32 حبة بهذا الحجم، يعني الحبة راهي متوسطة، يعني إذا زدتي صغرتي حجم الحلب واش راح تحصلي على حتى ل 40 حبة. هنا راح نقسم لكم الحلوى كالعادة لمصداقية الوصفة. يعني شوفوا البنات شحال هشيشة، يعني تذوب في الفم، يعني تتقسم بكل سهولة. نتمنى البنات أنكم تجربوها. ما بقى لي غنقول لكم في فيديو جديد عن قريب، مع السلامة.